حتى كلمة سوبر مام دي مش عايزة اسمعها، لأن أنا شايفة إن أنا مش سوبر مام. I'm not خالص، بالعكس أنا دايما شايفة إن أنا أم فاشلة، أنا دايما مقصرة. بحاول أبقى كويس، بحاول إن أنا أقف على رجلي عشان خاطر ولادي. بحاول إن أنا زي ما بيقولوا ما اتكسرش، مفيش حاجة تقدر تكسرني، بس غير كده أنا كويس الحمد لله. ازيك يا شاهين، عاملة ايه؟ الحمد لله. منورانا في سيف سبيس. Thank you. أتمنى إن شاء الله تبقى الحلقة دي مساحتك الآمنة وتحكي وتقولي كل اللي نفسك فيه. ربنا يخليكي. ثانك يو نورانا، مبسوطة قوي إن أنا معاكي النهاردة. الأمومة بالنسبة لك عاملة ازاي؟ بصي أنا في الأول كنت فاكراها إيه ده، الله بيبي لطيف، وهنجيب بقى السترولر وهنجيب شنطة الدايبرز وهنعمل إيه كلام لطيف قوي في الأول طبعا it's very nice، وهنولد فين والديكوريشنز والكلام الحلو ده كله. بس فجأة قلبت بجد، فجأة قلبت بجد عند السنة. لما ابني الكبير اتشخص ان هو اوتستيك، وفجأة لقيت نفسي معايا بيبي كمان، وانا مطلوب مني ان انا ابقى كل حاجة بالنسبة لهم، وكنا في لوك داون، فكمان ان انا لازم ابقى اعمل كل ده جوه البيت. فبس مش بس ان احنا الامومة ان هي احنا بنأكل وبنشرب وندي ادوية لوعيه، ان الموضوع ليه ابعاد تانية كتير قوي. ابعاد ان احنا المفروض نبقى مع عيالنا زي ما بيقولوا، ونلعب معاهم ونبقى متابعين المايلستونز بتاعتهم من بدري، حاجات انا عمري في حياتي ما كنت فكرت ان انا اذاكرها من بدري. وقعدت 4 سنين في دوامة ان what's going on، مع اول خبر في ريد فلاج في الحضانة، اتقال لي في ريد فلاج بليز روحي اكشفي. مش هكدب عليك واقولك ان انا كنت قوية وكده، لا انا قعدت بتاع 10 دقايق كده صريخ وعياط وانهيار، وبعدين دخلت غسلت وشي وهي بقى ادوني هعمل ايه يعني. عرفت اوصل لحاجات ورحنا وابتدينا غلط مع ناس وغيرنا ناس وغيرت كذا دكتور على كذا سنتر وعلى كذا سبيشالست، لحد ما وصلنا بقى المرحلة كانت القاضية زي ما بيقولوا، القاضية في انه انا بقدم لابني في مدارس وابني بيترفض. يعني هو ملوش حق انه يتعلم؟ طيب هو حاجة صعبة قوي؟ طب هو انا هفضل عايشة له طول عمره؟ طب انا لو حصل لي حاجة مين هيخلي بالي منه؟ وفي نفس الوقت مش هيستقل على اخوه التاني، برضه هو سنه صغير قوي، ولازم تبقي مخلية بالك ان انتي ما تخليهمش يغيروا من بعض. ولما اتقبل في المدرسة نكتشف ان هو متشخص غلط لمدة 4 سنين، ان هو مش اوتستيك، ان هو ADHD مع حاجة اسمها communication disorder، وان هو مش سامعنا اصلا. وفجأة لقيت نفسي في أوضة العمليات مع طفلين بيعملوا تيوبس في ودانهم، لحمية ولوز. كان أصعب أسبوع في حياتي، يعني إن هما الاتنين يطلعوا من العمليات بالمنظر ده كده، كان أسبوع صعب. بس رحلة اللي وراها كان فيها حلو ووحش بقى. كانت مع أول كلمة هو بيبتدى يقولها، مع أول communication ما بينه وما بين أخوه،
بس ابتديت اواجه حاجة تانية اوحش بقى، المجتمع. الناس اللي ممكن في الشارع تضايقني بكلمة، تضايقه بكلمة، الناس اللي ممكن تبقى في وسط الفيري كلوز كوميونيتي جوه المدرسة اللي تضايقه. فبقيت عاملة زي الوحش الكاسر، محدش يقرب جنبي وانا من جوايا بتقطع. وببقى عارفة ان الناس ممكن بتقول عليا ايه دي جامدة قوي، بس انا جامدة عشانه. مين هياخد له حقه؟ ده هو عنده 6 سنين، ليه حق انه يتعلم وليه حق انه يبقى ليه صحاب. في ناس مش فاهمة كتير، بس فالأمومة صعبة مش سهلة. لحظات القوة اللي انتي كنتي عايشاها ووقت ما عرفتي التشخيص الصح بعد 4 سنين، والرفض من المدرسة والمجتمع والظروف اللي انتي عديتي بيها دي، أكيد في لحظات جواكي اللي هو انتي ظاهريا أنا قوية أنا قادرة، بس جواكي انتي تعبانة. احكي لي أكتر، كنتي بتحسي بإيه؟ كنتي بتقولي لنفسك إيه من جواكي؟ كنت بحس انه طب وبعدين، يعني هو انا واثقه في ابني 100%، واثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه اكيد زي ما كنت بقولك من شويه محدش بياخد اكتر من طاقته. ربنا ما بيديش لحد حاجه غير لما يبقى عارف ان هو قادر يشيلها. بس ساعات بتحسي ان الشيله تقلت عليكي، التقل ده كان بيخليني طب يا رب انا مش قادره ومش قادره اكمل. مش قادره دي بقى لانه انا بشتغل وعندي بيتي وعندي اخوه وعندي حاجات وعندي وبنت واخت وبنت اخت وعندي حياتي اللي في ناس من غيرهم مسؤولين مني بشكل ما. بس بنيت حواليا ايكو سيستم يطبطب عليا، اللي هم خالاتي مامتي واخويا. مامتي اولا واخيرا طبعا، يعني هي دي اهم ايكو سيستم عندي، ربنا يخليها لي. واخواتي الاتنين برضو واقفين في ظهري جدا وكده. بس بقع امتى؟ لما الاقي بقى ان هو طب انا ما بين دروس، ما بين سيشنز بعد المدرسه، بعدين هم بيرجعوا 4 المفروض يناموا 8. ال4 ساعات دول المفروض كل واحد فيهم عنده السيشنز بتاعته والتمارين وهومورك بيتعمل، اللي هو انت هتعملي ايه في 4 ساعات، ويتغدوا ويستحموا ويلحقوا يناموا عشان تاني يوم عندهم مدرسة. فباجي بقى انا بقى بفستك بقى، يعني بعمل عشان بتظبطي. او اكتر مشكلة بتواجهني قوي، مش ان انا اودي واجيب او حاجة، التظبيط السكادجول دي كانت بتعمل علي بريشر جامد جدا، لان انا اتشخصت من قريب ان انا عندي ADHD انا كمان. it was too much input عليا، فبقيت بقى استعين بقى ان هو طيب يا جماعه ساعدوني عشان انا كده انا عطلت خلاص. ابتديت اطلب من الناس المساعده. كويس. في حاجات اقدر اعملها، يعني اطلب من حد يساعدني، وفي حاجات انا لا انا محتاجه حد يساعدني. زي مثلا انا من كتر الضغط ده ما عنديش القدره ان انا اقعد اتكلم معاه. مطلوب منك انك تقعدي تتكلمي معاه جدا كتير، بس انا ما عنديش القدره دي، وبتقطع من جوايا وانا مش عارفه اعمل ده. نهزر ونضحك ونلعب، بس ان انا اقعد اتكلم مش قادره.
وخدت مني مجهود جبار إن أنا أبطل أحس إن أنا أم فاشلة عشان مش قادرة أعمل ده. مش قادرة أتكلم معاه لأن أنا ببقى شايفة هو وقع في إيه ومش عايزة أعيط قدامه. فابتديت أعمل إيه؟ أوكي إحنا في الأجازة هنطلب من الشادو تيتشر تيجي تساعدني. إحنا في المدرسة هكثف له السبيتش، مش هخليه يبقى قاعد في البيت، ما يقعدليش في البيت، يفضل قاعد بره طول الوقت، يا في النادي يا في عندنا من تمرين لجلسة لتمرين تاني whatever. ناس كتيرة قوي قريبين وبعاد شايفين ان انا مجنونة، ان كتير قوي على الولد كده. هو ربنا مديله طاقة زيادة، تحاسبوني انا على ايه؟ هو انا مش بعمل كده عشان انا ام قاسية قوي على عيالي، ولا ان انا ام اللي عارفة الامهات بتوع زمان اللي كانوا بيقولك انتي عايزة تطلعي كل حاجة من عيالك فبتضغطيهم جامد قوي. انا ما بضغطهمش، هو عنده طاقة، ربنا مديله طاقة اعلى من طاقة اي طفل تاني. طب ما استفيد انا بقى بالطاقة دي، ما بدل ما هيطلعها عليا انا في البيت وهيطلعها على اخوه. it does not make sense يعني. ابتديت اتعلم حاجات ان ما كنتش اعرف يعني ايه. يعني اكتشفت ان مثلا ما ينفعش انه يلعب كورة، ما ينفعش يلعب لعبة جماعية. هو عنده مشكلة في التركيز، احطه في لعبة كلها تركيز does not make sense. وهو عايز حاجة one mission، سباحة، خيل، يعني جري، حاجات هو هدف واحد انا هعمله هركز عليها الفوكس. الجات خلص الكلام على كده، متوجعليش دماغي. ان انا اعرف افهم دماغ عز it took me يعني a lot. بس دايما كنت بقولها لأي مدرسة، وده لحد قريب على فكرة، احنا لسه مرفوضين من مدرسة very soon برا مصر actually. تاني لا يمكن دي تكون السكورز بتاع ابنك، بوريها الريبورت كارد ده يمكن. فقلت لها ليه؟ قالت لي بصي السكورز اللي هو جايبها عندنا ده can I see the exam paper، وريني هو حل ايه. فوريتني حاجة قلت لها لا يمكن ابني ما يكونش حل الهزي اللي انتوا عاملينه ده، لأن it's very trivial بالنسبة له. المشكلة كانت عندكم انتوا بشكل ما حطيتوه في structure مش بتاعه، مع ان انا قايلة من الأول تشخيصه ايه، الأوضة اللي يتحط فيها تبقى عاملة ازاي، الشخص اللي هيخش له يبقى عامل ازاي، هادي راسي ومعاه الشات تيتشر بتاعته، هيبتدوا يقعدوش في هدوء، هيحل. سربعتوه وبسرعة بسرعة بسرعة لا مش بتاع كده. فقالت لي لا، واتكلمت معايا بأسلوب اللي أدب جدا، كانت أجنبية. قلت لها اديني اسمك بالكامل ويور ايميل لو سمحتي، your personal email. قالت لي اشمعنى؟ قلت لها عشان one day I'll send you an email telling you هو وصل لحد فين. أنا دايما بقولها لأي أنا بشوفها معانا، لو ما انتي ما صدقتيش في ابنك أو بنتك ما حدش هيصدق فيه. ومش لازم عشان دي حاجة مغلوطة جدا، مش لازم الطفل اللي عنده autism أو عنده أي kind of neurodevelopmental disorder الIQ بتاعه يبقى عالي. في منهم كتير الIQ بتاعهم عالي أوكي، بس ممكن يبقى IQ عالي في حتة معينة مش في كل الحتت. ممكن يبقى IQ عالي في المزيكا، في الارت، في السبورتس، حرفية بإيديه. مش لازم يطلعوا مهندسين، مش لازم يطلعوا دكاترة، مش لازم يطلعوا لاعبين كورة زي ميسي ولا whatever، مش لازم. بس التابو بتاع المجتمع ده إن إحنا اللي لازم نقول عليه لأ، مش هنقبله. أنا عشان أوصل للمرحلة دي خدت مني
ايام بالدموع يعني. طيب شاهندة، قبل ما توصلي للمرحلة ان انت تفهمي عز، هل عدى عليكي فترات، لحظات انكار، خوف، قلق، توتر، مش عارفة بكرة في ايه، اللي هو طب ليه، يعني ليه انا تحديدا، انا مش قادرة، جاتلك البانيك بتاعت الام اللي هي بتبقى خايفة قوي على ابنها، انه مش عارفة يتعامل ازاي مع اللي حواليه في المدرسة، في النادي؟ ممكن لحظات تبقى الأمور سهلة جدا، بس من كتر ما الواحد بيبقى عنده الشوك أو الصدمة بتاعته أنا مش عارفة أتعامل ازاي، ده بينعكس بشكل سلبي على الطفل أو على الطرف التاني اللي هو بيبقى محتاج رعاية معينة. لحظات الإنكار، لحظات الخوف، لحظات التوتر جاتلك؟ لحظات الإنكار ما جاتليش. كويس، تمام، والحمد والشكر ليك يا رب من هنا ليوم الدين. لأن أنا شفت ناس قعدوا في حالة إنكار لحد الطفل بقى عنده 12 سنة. فit was too late، ودخلنا مرحلة سويسايدل، وكانت حاجة وحشة جدا، ربنا ما يكتبها على حد. اوكي. بس لحظات القلق والتوتر طبعا جاتلك on daily basis. بس يمكن الناس بتقعد تتريق فيها ان انا باخدها من منطلق ديني شويه. هو دايما كنت احس طب هو انا لو مت ايه اللي هيحصل؟ مين هيشيل مش مين هيشيله؟ وبعدين كان يعني كنت بسمع فيديوز لشيوخ كتيرة، فجت من ضمن مرة أسئلة عن الموضوع ده، فقال لها هو ربنا اللي خلقه مش هيعرف يحافظ عليه سواء انتي موجودة أو مش موجودة؟ فالكلمة طمنتني، طب ما ربك اللي خلقه، أنا موجودة أو مش موجودة، يمكن ربنا بابا موجود، أخوه موجود، خاله موجود، عمه موجود، whatever، حد تاني خالص برانا كلنا، هو في رعاية الله، خلاص خلصنا. طب هل هو ما فيش منه أمل خالص؟ It's not the case. الحمد والشكر ليك يا رب. هل أنا كنت أقدر على الكيس ديت؟ ما كنتش أقدر عليه. فهو ربنا اداني حتة بس كده دوقيها وشوفي هتنجحي فيها ولا مش هتنجحي فيها. فاهم قصدي؟ دايما كنت ببقى قلقانة ده لحد دلوقتي لحد دلوقتي ببقى قلقانة هو هيعمل ايه في الفصل، هو مين بيصاحبه، هو مش عارف يتعامل مع حد. ممكن اكلم بيرنت اقول لها بليز خلي بالك اتكلمي مثلا مع ابنك او بنتك ان هم يلعبوا مع عز شويه. انا باي ذا واي انا هعيده السنه في المدرسه عشان هو بيحب فصل اخوه اكتر من فصله. اوكي طبعا انا هم شايفيني مجنونه يعني رسمي، محدش بينزل سنه. انا يا جماعه هو ده الفصل اللي هو اتربى فيه من هو صغير، مش عشان اخوه موجود جوه الفصل، هو كده كده هيحصل سبليت، بس هو مبسوط بالناس اللي حواليه، هو بيحب شخصيات معينه في الفصل، هو مش عارف يتعود على الفصل الجديد. فلا انا ولا فارق لي دراسه ولا حاجه، من دراسه هتيجي وفي طفل ما بيتعلمش، دراسه هتيجي بس السوشيال سكيلز عندي ونفسيته اهم من اي حاجه. ولا فارق لي دراسه ولا حاجه، من دراسه هتيجي وفي طفل ما بيتعلمش، دراسه هتيجي بس السوشيال سكيلز عندي ونفسيته اهم من اي حاجه. اي بني ادم ما عندوش مسؤوليات، ما عندوش اولاد، ساعات كده مثلا انا اصحى من النوم مش قادره اشتغل، ماليش نفس، اليوم بيمشي زي ما بيمشي. انت مختلفه، انت عندك ولدين، عندك مسؤوليات، عندك سكادول ماشي عليه طول اليوم. بس مش عايزه يعني اقول انه دايما الامهات بتبقى مثاليات، يعني احنا بنتكلم النهارده انه لا، الام من حقها
إن هي تضعف، إن هي تتعب، إن هي تقول أنا تعبانة، أنا مش قادرة. أنتِ من شوية قُلتِ أنا طلبت المساعدة من ناس كتير حواليّا، إن أنا مش قادرة أكمّل ده لوحدي، ودي حاجة كويسة. اللحظات دي الفكرة أنا صاحية النهارده مش قادرة، ما عنديش طاقة، بتعملي معاها إيه؟ بتتصرّفي إزاي؟ أقول لك على حاجة يا نوران، أنا بقالي 6 شهور في depression، ما باطلعش من بيتي. ما بتطلعيش من بيتِك. أنا آخري عندي مشوار في الشغل، أروح بسرعة صد رد وأرجع، أنا مش طالعة من البيت. باروح لأهلي يوم الجمعة، اللي هو ما باطلعش برّه البيت. يعني بالعافية رُحنا الساحل في الصيف عشان خاطر العيال، اللي هو عارفة اللي هو أنا مش هاتعامل مع حد. ليه؟ stress إن أنا أنا عايزة أقول لِك خدت مني مجهود إن أنا آجي النهارده رهيب. أولًا فكرة إن أنا أتعرّف على حد جديد وإن أنا أطلّع اللي جوايا دي مجهود عليّا. أوكي، مع إن ما كانش مجهود خالص زمان. I think بقى بسبب إن أنا باخد حاجات antidepressants وكده. definitely ممكن بسبب الإجهاد اللي أنا حاسة بيه. أوكي، ومش عايزة أقعد أتكلم فيقول لي إيه ده، هو أنتِ عملتِ كده، طب وأنتِ اكتشفتي إزاي؟ فأعيد نفس القصة من أول وجديد كل مرة، مش قادرة. أوكي، وفي نفس الوقت صحابي اللي جنبي يقعدوا يقولوا لي شاهندة يور سوبر مام وما تقوليش كده. حتى كلمة سوبر مام دي مش عايزة أسمعها، لأن أنا شايفة إن أنا مش سوبر مام. I'm not خالص، بالعكس أنا دايما شايفة إن أنا فاشلة، أنا دايما مقصرة. إحساس بالذنب ده يعني طول الوقت. أنا لسه عايزة أكلمك عنه. يعني ليه حاسة دايما بأن أنت عندك أن أنت مقصرة، إحساس بالذنب، يعني ممكن تكوني بتعملي حاجات كتيرة جدا وأزيد من الطبيعي مع عز مثلا؟ مش عارفة، بس أنا يمكن شخصيتي perfectionist قوي، أو اترسب لنا تابو إن مامي هي اللي المفروض تجيب وتودي وتذاكر وتعمل وتسوي، وهي وأمي كانت بتعمل كده. أمي أنا دايما بقول عليها هي دي المثال بتاع السوبر مام في الحياة. بس أنا مش قادرة أعمل زيها، مش قادرة. فمن 6 شهور قلت لجوزي لا، التمارين بتاعتك مش قادرة حتى أعملها خالص، مش قادرة أنزل وأنا هتفق لك وأعمل لك كل حاجة، بس you're going to take him توديه التمرين. أوكي، محتاج حتى يستحمى، البنت اللي بتساعدني الحمد لله في البيت معاه خلاص، بس ما حدش ينزلني من البيت. صحابي اللي عايز يجيلي في البيت. إحساس بالذنب زي ما كنت بقولك، مش قادرة أتكلم معاه. أنا مش قادرة أتكلم معاه، أنا بهرب من الواقع في أي حاجة بقى تلهيني تعملي disorientation كده وتخليني عايشة في عالم تاني لوحدي. ومش عارفة أطلع منه، أنا مش عارفة أطلع من الحالة ديت. يعني مش عارفة تطلعي منها بسبب مثلا إنه أنت من وقت ما عرفتي بتشخيص عز وأنت في دوامة ستريس، فيجي الوقت إن أنت وقعتي مش قادرة تكملي. عارفة بتبقي محطوطة في الفيشة for 7 years 7 years انت محطوطة في فيشة ومش بتعملي بلاج بقى خلاص، انت مش بتفصلي. اوكي، وحتى لما بيجيلك وقت ان انت تفصلي انت دماغك شغالة، انت you cannot afford دماغك ما تشتغلش. طب هو عمل ايه؟ طب هو اخد الدواء؟ طب احنا هنروح للدكتور ده ولا هنروح للدكتور؟ طب هنبتدي ميديسن ومش هنبتدي ميديسن؟ طب نبتدي ميديسن مع مين؟ يبقى انهي ميديسن اللي ينفع؟ طب ريسيرشز بتقول ايه؟ اوكي، طب هو بيعمل كده دلوقتي، طب هو دلوقتي انا شايفه ان هو مثلا ماشي في الحته دي اكتر، طب انا ادوس فيها ولا اسحبه منها ودي حته تانية؟ طب هو انا المفروض امشي على روتين ولا امشيش على روتين؟
طيب اخوه هعمل معاه ايه؟ وانا برضو مش عايزه اقصر الناحيه التانية. طب اخوه شاطر في كوره بس هو لازم يتدرب سباحه برضو، بس هو لازم يتدرب مش عارفه ايه كمان عشان ما يبقاش في حته واحده بس. طب انا لازم اعمل بلاي ديت هنا واعمل بلاي ديت هنا واعمل بلاي ديت هنا عارفه تحسي اللي هو طب وبعدين بقى الهيصه دي اخرتها ايه؟ فتلاقي نفسك انت وصلتي في مرحله بقى بيرن اوت ليفل الوحش. وهو ده البيرن اوت اللي انا فيه دلوقتي. الاوفر ثينكينج عندك كان عالي شويه؟ هو ده طول الوقت شغال؟ وعيت على الدنيا انا الاوفر ثينكينج عندي، وبفكر في الوحش قبل الحلو. يعني انا بطبيعتي ان انا افكر في الوحش واعمل له اوبشنز قدامي عشان لو حصل انا هعمل بلان A بلان B بلان C. ما اعرفش اعيش اليوم كده وزي ما يجي. It's not my personality خالص. ده من زمان؟ ده من زمان جدا، من زمان جدا. ده حتى من وانا مش في المدرسه، من الجامعه. المدرسه كنت عايشه كده. الجامعه خلتني انا برضو انا كمبيوتر ساينس، فبالتالي دراسه الفكر الكمبيوتر عامه برمج لي دماغي ممكن. فبالتالي اتended up انه لا انا عندي خطه خماسيه وخطه عشريه وهعمل ايه كمان 5 سنين وانا عايزه اوصل لفين. وانا دلوقتي انا عايزه اعرف، انا بعمل بلان ان انا لما عندي 50 سنه انا عايزه اولادي يبقوا فين، وعايزه يبقى انا جايبه لهم ايه وعامله لهم ايه ومظبطه لهم حياتهم ازاي. ما ده مرهق يا شاهين جدا جدا، بس نفسي حد يعمله تيرن اوف. مش عارف. يعني نفسي حد يعمله تيرن اوف. بس اللي خلاني افكر بالطريقه دي بزياده قوي كده ايه؟ عايز لان انا مش عارفه ايه ممكن يحصل لي قدام. فبضغط قوي دلوقتي، عايزه اشتغل وعايزه اجيب وعايزه اعمل وعايزه اسوي عشان لا قدر الله حصل لي اي حاجه في وقت من الاوقات يبقى هو واخوه متامنين انه حتى بيعرفوا يسندوا بعض. فاهمه قصدي؟ لان انا مش ضامنه هل هو هضطر ان انا هدخله دمج حكومي ولا لا. ودي تبقى مشكله جدا كبيره، لانه from what I've heard ان هو ما عندهمش levels في الدمج. يعني ما عندوش ان ده مثلا severe autism، ده عنده ADHD level صغير، لا كله على بعض، كله على بعضه. فالدمج لا يرث، ما يرثش ابوه وامه، لازم يبقى ليه اسمه ايه اللي هم وصي عليه. اوكي، فدي بالنسبه لي كارثه. فاهم قصدي؟ وانا مش عارفه ربنا مخبي لي ايه كمان 10 دقايق. انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل. عايزه اسيستم كل حاجه اللي انا عندي كنترول عليها. تنسيش ان حاله عز كلها انا ما عنديش كنترول عليها. هي بتاعت ربنا. اراد انه يطلق لسانه فسوف يطلق لسانه، ما ارادش خلاص خلصنا. بس فبحاول اكنترول اللي حواليا اللي انا اقدر اكنتروله، وبعد كده الباقي بقى بتاع ربنا. مش شايفه انه ان انتي سيستماتيك ودراستك وشخصيتك اساسا ان انتي بتحبي تعملي بلان لكل حاجه ساعدتك في حاله عز جدا؟ جد جد. هقول لك ليه. لان انا شفت امهات، اولا احنا الحمد لله الامهات اللي زيي بنحاول نجمع بعض. يعني نحاول ان احنا ناخد الباور من بعض. لما اقع قوي اكلم مامة صاحبة عز الحقيني ده كذا وكذا وكذا ومش عارفه اعمل ايه، طب اهدي، طب يعني بنحاول بتهونوا على بعض، بنهون على بعض. محدش هيفهمني في الدنيا زيها. اوكي، ولا هي حد هيفهمها قدي، وهكذا. هما احنا 3 كده صحاب قوي. شفنا examples ان ناس مش عارفه تفكر لولادها. يعني احنا بندي سيشنز جوه المدرسه وبره المدرسه. اوكي، في ناس تانية however ان معاهم المقدره الماديه ممكن يدوا جوه، بس مش متخيلين ان بره برضو هتدي فوش من نوع معين.
مش فاهمين ان في حاجه اسمها طفره نمو بتحصل من سن 8 سنين ل10 سنين. فانا لازم اعمل كل اللي انا اقدر عليه واضغط الطفل واحشر دماغه بكل حاجه على امل ان ربنا سبحانه وتعالى ينفخ في صورته والطفره دي تيجي بالبوزيتيف. فاهمه قصدي؟ فتبقي قاعده مثلا بتتشيلي وتتحطي، يا جماعه حد ركزوا معايا، يلا you can do it. لما فيش مثلا مشوار مثلا او كده، خلاص انا هعدي عليكي اخد ابنك او بنتك واخدهم معايا، اوكي. فدي حاجه سمبل. في ستات ما عندهاش القدره ان هي تعمل السيستمايزيشن دي، اوكي. ومش ستات بس، ستات ورجاله، لان الكارثه اللي احنا بقينا نشوفها دلوقتي ان الرجاله بقى عندهم دينايل اكتر من الستات. يعني احنا اقوى بكتير. يعني انا بيجيلي ستات تقول لي احنا متاكدين اننا في حاجه بس جوازاتنا مش عايزين يروحوا يكشفوا. انت متخيله؟ فطب ليه؟ ما هو انت كل ما تلحقه بدري، كل ما تلحق تعالج بدري، كل ما هيبقى احسن. بس هو مش بزرار برضه، يعني عشان برضه دي حاجه مغلوطه جدا. مش هياخد جلسه النهارده فهيتكلم بكره. واحنا ده it's a journey long journey فيها. فطبعا definitely طريقه التربيه اللي انا اتربيتها اولا، لان انا امي مربيانا منطق اولا، وبعدين نشوف بقى اي حاجه تانية. احنا حتى في طريقه كلامنا ممكن ناس كتيره ما تعرفش تتعامل معانا بسبب الموضوع ده. المنطق بيقول ايه؟ 1 + 1 = 2 مش = 3. اوكي. فدي مثلا دي بدايه التربيه. دراستي وقوه امي كانت سبورتيف ليكي day one. امي الظهر الحقيقي ليا. انا ما اعرفش في حياتي لو كانت هي لا قدر الله مش موجوده اي سبب من اي اسباب، او هي مش امي، كان ايه اللي ممكن يحصل لي. حياتي قبل الزواج كان ليها منعطف كده، وهي كانت اكبر الظهر ليا. بعد ما اتجوزت وخلفت عز، حملي في عز كان صعب. في عز انا قعدت من اول السادس والسابع والثامن انا في المستشفى. الطلق مستمر من اول السادس. كانت امي وجوزي يبدلوا عليا في البيت، ويبقى عندها شغل، ترجع من الشغل تيجي تقعد تاكلني وترجع تاني تنزل تروح الشغل وبات معايا يوم هو يوم هكذا. لما عز ولدت كانت ولاده طارئه، وهي كانت موجوده. اليوم اللي عز طلع فيه من الحضانه كانت هي اللي معايا مش جوزي. هي اللي قعدت تدور معايا على لبس ينفعه، انه كان مولود كيلو 300. جوزي كان موجود برضه، بس انا كنت عايزاها هي فاهمه انا في ايه. الرجاله بطبيعتهم مش هيحسوا باحساس الام اللي كانت ممكن تخسر ابنها. بس امك هتحس بيكي، لان هو احنا يعني انا ليترلي ودي اتقالت لجوزي، كان متعصب قوي ساعتها وكده. اول يوم في الحضانه عايز قعد 12 يوم في الحضانه، اتقال له ابنك من بين ايدين ربنا. هو اتعصب وبتاع. انا فاهمه هو الراجل بيقول ايه، انا عندي الاحساس ده. امي فضلت مخبيه عليا ان ابني شكله في حاجه مختلفه 4 شهور. هي كانت واخده بالها، هي طبيبه، فاهمه ان في حاجه مختلفه في البون ستراكشر بتاعته. هو دلوقتي ما يبانش، بس هو بسبب ان هو كان مولود كيلو 300، مفيش فاتس في جسمه. البونز يعني المفروض انت البون السكين بيبقى متشال بشويه
فاتس، مفيش فاتس خالص. فضل مخبية عليا 4 شهور، وطول الوقت تقول لي انتي ما تعرفيش، عايزه ده هيبقى حاجه هتشوفي. انتي مش فاهمه. وانا مش قادره افهم، مش فاهمه. هي ماما شايفه عايز من day one تقول لي الواد ده في حاجه لله، وعايز الرادار بتاعي. عايزه انا لو في مثلا جينا قاعدين في مكان ومسلمش على فلان، ابقى عارفه ان الشخص ده مش سالك. ابعد بقى بره، باي باي كده وخلاص، ماليش فيه. فأنا بدون أمي لا أسوأ شيء. لما عرفتي تشخيص عز الصحيح يعني بعد 4 سنين، رحتي قلتي لمامتك؟ مامتي كانت معايا. كانت معاكي؟ مفيش دكتور رحت له غير اللي مامتي كانت معايا. اتعاملت ازاي؟ مامتي قعدت تقول الحمد والشكر ليك يا رب من مصر الجديدة للتجمع. أنا كان قلبي حاسس، أنا مش أوتستك إيه يا جماعة؟ أوتستك إيه ده؟ فيه كوميونيكيشن بشكل ما، بس فيه هات وخد. فهي حتى للأسف يعني مش كل الدكاترة عندهم حتة إن لما تبقي داخلة عليهم طبيبة يتكلموا معاها كده، لا بيحسوا إنه لا لازم يتكلموا بشكل كده شوية. فلا دكتور منال اتكلمت معاها بالمنطق، يعني فاهمة في كذا، فعمل كذا، فسوى كذا، فده أدى إلى إن هو مش سامع كويس. الكلام بالمنطق ده كده أوكي. فاهمة قصدي؟ مش موضوع بقى تلفزيون والهبل اللي كان بيتقال لنا ده قبل كده. ديفينتلي هو التلفزيون بيأثر والكلام ده كله، بس مش هو ده اللي بيعمل اوتيزم. اوكي. ولما رحنا للدكتور بتاع الانف والاذن، مامتي للاسف اليوم ده ما كانتش معايا، بس لما رحت هناك كانت هي اول حد كلمته. قلت لها مامي دكتور حسين بيقول لك احنا لحقناه couple of months قبل ما يحصل complete deterioration السمع، complete hear loss. خلاص هو ربنا كان مرتب لنا شيء ما عشان نعيشه. اوكي. بس definitely مامي كانت معايا في كل خطوة. مامي كانت معايا، طلعت من المستشفى في الولادتين عليها، طلعت في وقت الكورونا كنت قاعدة معاها. الحمد والشكر ليك ربنا يخليها لي. وقت العمليات بتاعت الولاد أنا كنت قاعدة معاها في البيت. أمي هي الظهر الحقيقي ليا، ولو ودايما ساعات تعنفني اللي هو اقفي على رجلك قوية، you can do it. أنا لما كنت في وقت كورونا كنت أنا حامل في عمرو اتولد 24/20، وخلاص احنا حبسنا في البيت، وكنت أنا قاعدة معاها أنا وجوزي وولادي، وخلاص ما كانش ينفع أسيبها يعني. قعدت معاها وخلاص ولدت عمرو، وجينا في شهر 5 لقيت انا قبل الجواز قعدت فتره كبيره قوي بقدم في جامعات بره ان انا اخد ماسترز بتاعتي، وبتقبل في سكولرشيبس، وتقف بقى الاسباب في منتهى التفاهه. يا تقف على سكولرشيب اتاخرت، يا تقف على فيزا، يا تقف على بتقف على حاجات في منتهى التفاهه. وقلت خلاص ربنا مش رايدها لي، وعشت حياتي بقى اللي هو انا اتجوزت وخلفت وعادي كده. جات لي مكالمه في شهر 5 ان جامعه عامله اونلاين ماسترز جوه مصر، بس عشان في وقت الكورونا فهناخدها اونلاين. فمامي كانت قاعده جنبي، فقلت لها اسكتي ماما، ده حصل كذا 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 كذا. قالت لي يلا. قلت لها يلا ايه بالنسبه اللي على مش قادره اللي على كتفي ده ايه؟ انا لسه. قلت لها كده اونلاين، لو كده انت ايه المحاضره اخرها ايه؟ 2 ساعات هبقى اخده منك. قلت لها ماما تتفرجي؟ قالت لي يلا. انتي تقدري على تمنها؟ قلت لها يعني هو كل كوارتر بدفع رقم كده، بس I can do it من البونس بتاعي وتمشي يعني. قلت لي يلا. فجأة أنا لقيت نفسي في MBA ومعايا ابني 40 يوم على ايدي.
ده كان أول كلاس، ومحدش كان مصدق وأنا بتخرج إن أنا مأخرتش سمستر واحد بسبب مامي. وقت ما سمعتي الخبر وهي كانت معاكي تشخيص، هي احتوتك ازاي؟ وانتي استقبلتي الخبر ازاي؟ مش بتكلم على الخبر ظاهريا، انا بتكلم جواكي، افكار اللي جت في ساعتها في دماغك وقتها كانت عامله ازاي؟ بصي ساعتها كنت بقول لمامي طب وانا عملت ايه؟ هل انا عملت حاجه غلط؟ طب هو انا مع في اكل معين ما عملتوش، ما اديتهولوش، ما اكلتوش وانا حامل؟ طب هو مولود بيه ولا حاجه اكتسبها؟ ومامي بالنسبه لها الموضوع ده بعيد بعد تام عن دراستها كطبيبه يعني. مامي ذاكرت مذاكره اكتر من انا ذاكرتها، وبقت تيجي تبعت لي تقول لي بصي انا لقيت كذا ولقيت كذا ولقيت كذا ولقيت كذا ولقيت كذا. ولما انهار لا مامي انا ام مش كويسه، انا ام فاشله، تروح مزعقه فيا، فاهمه؟ وبعديها على طول تروح بقى ايه حضناني بقى وبيسيني واللي هو ايه اهدى، بس اللي هو تزعق لي اللي هو فوقي فوقي، ما حدش فينا شايفك ام مش كويسه، ولو ربنا شايفك مش ام كويسه ما كانش اديكي الهديه اللي هو مديالك. ودايما تفكرني ان عز هبه وهديه من الله، ويمكن ربنا عايز يرقيني ويرتقي بيا في مقاما عنده، فاداني عز وبقيت اخدها من هذا المنطلق. لا ان ربنا بيحبني، وده الحاجه الوحيده اللي كانت بتهديني وتطمني، يقول ان ربنا بيحبني. لا هو عارف ان انا قدها وعايزني ارتقي لمستوى اعلى. يمكن يكون ربنا بيناديني ان انا اقرب له اكتر. بس المشكله ان بتبقى الشيطان وحش قوي، بيقعد يخليكي تفكري في حاجات. طب افرضي حصل، طب افرضي يا مش عارفه ايه، طب افرضي ما اتكلمش خالص، طب وايه يعني؟ بقعد بقى انا اقعد اقول لنفسي طب وايه يعني؟ ما اتكلمش خالص، هعمل ايه؟ الحمد لله هدربه بطريقه ما انه ما يتكلمش خالص. بس ارجع واشوف ناس تانية اتكلموا عن سنه 10 و11 و12 سنه، فاقول طيب في دي بتاعت ربنا. فبقى دايما بقول يا رب اطلق لسانه وفك عقدة لسانه عشانه وعشان اخوه وعشان ابوه وعشاني، وهو سكر. بس دايما افكر نفسي انه هو في رعاية الله، فاهمة قصدي؟ في رعاية الله دي يعني اللي ربنا عايز يتشكل على أساسه هيحصل. مهما أنا بقى وديت جلسات وديت دروس وديت تمارين، أنا بعمل واجبي، الباقي ده بتاعه هو يا رب، أنا مش بتاعي. واللي خلتني أشوف المنظور ده أمي. ناس تيجي تقول لي بس عز، انا مش شايفه ان عز فيه حاجه، ايه يعني طفل شقي؟ الكلام ده اصلا بنقوله من 2 3 مالكمش دعوه، وفين يوجعك بقى يعني، فاهمه؟
بنتي بس مقفورة، انتي عاملة أنا مقفورة يا سيدي. الكلام ده كنتي بتسمعيه من الدايرة القريبة، العيلة ولا دايرة الأصدقاء ولا دايرة الناس اللي حوالين عز في المدرسة أو في الحضانة؟ من ده على ده، من ده على ده. في ناس من بدري قوي كانوا مصدقين ان عز مش اوتستيك. اوكي، انا واحده من الناس اللي كنت حاسه ان عز مش اوتستيك، بس طب وافرضي طلع انا ليه اللي موجود دلوقتي قدامي وافرضي طلع، انا هعمل اللي على الورست وكده. اصل هو نفس البروتوكول بتاع ده، هو نفس البروتوكول بتاعنا. اوكي، فهكمل جلسات تخاطب، تنمية مهارات، cognitive behavior، خلاص احنا عارفينهم. هياخد سنسوري شويه، بس انتي بقى ايه، بركه ربنا ان انتي تلاقي الناس اللي تنفع مع ابنك. يعني مش كل الناس بتنفع مع كل الناس. فتلاقي نفسك تروحي 6 اكتوبر وانتي اصلا ساكنه في التجمع، بتروحي المعادي وانتي وكل يوم او اتليست يومين في الاسبوع، مدرسه في العاصمه. يعني فاهمه، تحسي انت بقى ايه، بتنتشري في انحاء الجمهوريه كده. ربنا يوقعلك في دكتور في طنطا. اوكي، بس على حظك يكون بيجي القاهره. حاجات بقى كده، فاهمه. فطول ما انت بتتوكلي على الله هيفتح الطريق وهيطبطب على قلبي، بس بيقين. والله مش كلام انشا، مش كلام انشا خالص، بس اليقين ان ربنا واقف معايا ومش مظلومه في حياتي. اصل في ناس واخداها انه انا اتحطيت في ده عشان انا عملت ذنب كبير قوي، او ان انا ربنا ما بيحبنيش، او وات ايفر بقى كده يعني، او ان الابتلاء اصلا ان ربنا ما بيحبنيش. انا مش مقتنعه بده. الابتلاء ده من حب ربنا في عبده باشكال مختلفه. فلا انا مش شايفه كده. وبعدين ولا العياط وحش، ولا ان انتي تباني vulnerable وحش. انا مش بعرف ابان vulnerable بسهوله. دي شخصيتي انا. بس بحاول اقاوم في نفس الحته ديت. بحب ابقى انا قويه، انا صح، انا كويسه، انا شاطره، انا بعرف اعمل، انا بعرف اسوي. ودايما يتقال في الدايره اللي حواليا دي 100 راجل. بس ما هو انا بقى في السنه اللي فاتت دي بقى انا والله ولا عايزه ابقى راجل، ولا عايزه ابقى راجل، ولا عايزه ابقى حاجه، سيبوني في حالي. انا وصلت لهذه المرحله بقى خلاص، ان انا طفيت مواسير، وانا ليا بس اوجه كل واحد هيروح فين كده، وانتوا عيشوا حياتكم. يعني محتاجه زي ما بيقولوا كده استراحه محارب، محتاجه ترتاحي شويه من الفتره اللي انت عشتيها او 7 سنين عشتيها. محتاجه حد يخش يفضي دماغي، يعني بجد يعمل كلينزنج كده، دورة كلينز كده زي ما بنتكلم، انه أكول داون بقى تاني وأشوف الحياة حلوة تاني. ومعرفش ازاي ممكن تتعمل. يعني حاولت اخد اجازة من الشغل، لقيت نفسي عشان طب اخد اجازة من البيت، ما هو مش هينفع. طب اعمل ايه؟ فمش لاقيه لها حل. هو الحل ان انتي تبطلي تفكري كتير. يعني بصي بحاول بقى كنترول دلوقتي، بتكلم مع ثيرابيست ليا انه ازاي ابطل افكر. احاول اطلع نوت بوكس اكتب فيها، الون الماندلاز والحاجات دي كلها ساعات بتكول مي داون شويه، فعشان بس ما بقاش في بركان بيغلي طول الوقت جوايا، ومن غير ما احس ان انا مقصره في حق الولاد. شاهندة، يعني الامل، معنى الامل من وجهة نظرك هو شفاء ولا تقبل للامر الواقع ولا معرفة
awareness، ان انت تبقي فاهمة قوي مؤمنة، وده انا عارفة انت فاهماه، بس عشان ممكن تبقى في امهات كتير بتتفرج علينا تبقى محبطة جدا، تبقى حاسة انه هي ده اخر الطريق. الامل يعني ايه؟ يعني انت شايفاه ازاي؟ هو 3 بستبس. حلو قوي. افهم، ابقى عندي معرفة، اشوف examples بتعلم. يعني احنا اطفالنا كل شهر، كل اسبوع، ساعات كل يوم على حسب تسهيل ربنا، بس ديفنتلي عز دلوقتي مش زي عز السنه اللي فاتت. اوكي، فاحنا كل فتره بحاجه جديده، مايلستون جديده بنحققها. فانت لازم يبقى عندك المعرفه دي وتدوري وما تبطليش حفرقه زي ما بيقولوا. ده ما ينفعش اروح هنا ادور هنا ادور هنا. ما تخليش حد يبطئك، ما تخليش حد يبطئك. حطي تحت ما تخليش حد يبطئك، دي 60 خط، ان في ناس هتبطئك حواليكي. في ناس ممكن تقولك مفيش امل، ما تتعبيش نفسك. انا في دكتور قال لي انت جاي لي ليه؟ ما هو باين انه اوتستيك. مش اوتستيك. في دكتوره كبيره يعني في كذا طفل انا I know them by heart اتقال لأهلهم انت هتتعبي نفسك ليه؟ اللي هو يعني بس عشان الحلقة دي هتنزل وكده، فمش الواحد مش عايز يطلع كل اللي جواه قوي يعني، بس يعني عايزة تضربيهم. انت بتقول ايه؟ انت مين عشان تقول ده مش هيتعالج؟ مش هيتعالج يعني. هل ما شفتيش ناس في ستيج 4 كانسر بيتعالجوا بيخفوا؟ انت مين قدام عظمة الخالق؟ انت ليك ان انت تعمل اللي عليك. دي رأيك. رأيك في حاجة ما تقدرش تعملها مش بإيدك تكلم. هل في يوم من الأيام اتأثرتي بكلام حد كلامه ده كان سلبي، اللي هو تتعبيش نفسك، انت بتعملي مجهود، او قلل من الكيس وقالك يعني زي ما انت قلتي من شوية اللي هو بس عنده يعني شقي او حركته زيادة عن اللزوم؟ اتأثرتي في يوم من الأيام بالكلام ده؟ اتأثرت من البولينج. أو طبعا of course كلنا one day or another حصل لنا بولينج بسبب parent. مش الأطفال مع بعض بقى، إن دي الكارثة الجديدة بقى، إن في parent تبولي me in front of my kid. فحتى يعني لو انت بتعلمي ابنك أو بنتك إزاي يتنمروا على حد. وانت لما تيجي تتنمري على عشان ابنها وبنتك أو ابنك واقفة جنبك، ما هتتعلم إن that's okay. فانت بتعلميه يعني إيه تنمر. فدي كارثة سودة أصلا يعني. ودي حصلت في one of the kids areas اللي موجودة مشهورة جدا. وأنا كنت بيلعبوا تحت، وعز خد لعبة من طفل تاني مش عادي جدا، مفيش أي حاجة، مفيش طفل في العالم ما بيعملش كده. اوكي، فأنا واقفة وراه، عايز لو سمحت بليز اديها معلش سوري. فعايزة أدخل في تانترم. هل دي مش بتحصل؟ أي طفل طبيعي ما بيخشش في تانترم؟ بتحصل. فالأم جت تقول لي هو في حاجة؟ أنا متصالحة جدا مع الموضوع وبقول مش مكسوفة من حاجة. لا معلش سوري، احنا اسفين، احنا عندنا 1 2 3، فاحنا بس انا لازم اعلمه ان هو يفولو ذا رولز وكده. انا مش فاهمه يعني، وانتوا اصلا المفروض يبقى يشوفوا لكم مكان يبقوا انتوا كلكم متجمعين مع بعض، ما ينفعش تبقوا مع النورمال في نفس المكان. نعم. بس انا بقى ساعتها، ودي كانت المره اللي انا وعدت نفسي بيها ان انا لا يمكن اسكت بعد كده. انا سكت. انتي وقتها سكتي؟ انا عيطت. انا في ساعتها ويمكن انا قبل كده ما عيطتش throughout الجيرني بتاعت عز كان ساعتها عنده 4 سنين. throughout الجيرني بتاعت عز انا ما كنتش بعيط.
اوكي، بس المره دي كانت هي عارفه اللي هي قشره التي قسمت ظهر البعير، فقعدت اعيط. فاللي خد باله البيرنتس اللي كانوا واقفين حوالينا وسمعوا وقاموا بالواجب وبزياده قوي معاها. ويعني بجد ثانك يو ليهم، لو هم اكيد لو شافوا البرنامج، فثانك يو ثانك يو ثانك يو. وبقى انا بقى بحاول اعمل كده مع امهات تانية دلوقتي. لو شفت حاجه ومفروض ان انا اقف للطفل ده بعملها، وما بيهمنيش حد. انا في مره حصل ده والام شايفه ان المفروض ان المدرسه ما يبقاش ليها مكان للاطفال دي، ووصلت لمرحله وحشه جدا في الكلام، وحلفت ان لو فتح الموضوع تاني فيس تو فيس، لان الكلام ده كان على اوفر واتساب فمش عارفه امسكه برضو، تعمل ده فيس تو فيس، لا هعمل لها محضر تنمر في ساعتها. والكارثه ان هي على مستوى عالي من الاديوكيشن والوظيفه، دي الكارثه. يعني استاذه في الجامعه، انت لك ان تتخيلي. هو يعني المجتمع لسه مش قادر يستوعب فكره الاختلاف، يعني هو ما عندوش ثقافه تقبل الاختلاف لحد دلوقتي. لا ما عندوش. في منهم الحمد لله ربك بيرزق ناس بتبقى فعلا كده، وببقى مبسوطة إن أنا بحاول أعلم ابني التاني ده، لأن هو معاه ناس تانية برضه في كلاس. فاللي أنا عايزاه يتعمل في ابني أنا بخلي ابني يعمله في الناس، يعني فاهمة، في الأطفال التانية. مظبوط. ففي ناس عندها الوعي ده، وفي ناس تانية احنا بنحارب محاربة عشان الناس تفهم لا تتخيليها. يعني بنحاول نتكلم مع بننزل فيديوز، بنتكلم مع ناس في الشارع، بنحاول نفهم في الكيدز ارياز والحاجات دي، بنتكلم مع امهات في مدارس، ان مش كل طفل المفروض ان هو يبقى كما قال الكتاب. بس للاسف العدد كبير، فانتي مش عارفه تلحقي خالص. وكله شايف ان ال ADHD او الاوتيزم او كده هم سبيشال نيد، فخلاص لا خالص. they are good in their own way، بس اوصل انت their own way. وبعدين حته اصلا، بس دي اصلا تيجي مش موضوع وعي، هو عدم تقبل الاخر باي شكل من الاشكال بقى، سواء هو مريض أو عنده مشكلة صحية أو عنده مشكلة زي developmental disorders أو delays بشكل ما، أو على ويل شير، على عكاز، شعر أصفر، شعر كيرلي. هي عدم تقبل الآخر هو ده المشكلة في مجتمعنا حاليا. أوكي، زي مثلا لما تبقي محجبة بس داخلة مكان كله مش محجبات، فمحدش هيتقبلك. والعكس صحيح، لما تبقي داخله مش محجبه لما تبقي رايحه مثلا حته لابسه شورت ماشي وهم كلهم لابسين بنطلونات، سواء راجل او ست، محدش متقبل التاني. احنا محدش فينا متقبل اللي جنبه، فبالتالي احنا جايين على الاطفال ما it's the same thing. فحاسه المجتمع كله محتاج يتفجر. او ده امي دايما تقول لي الشعب ده محتاج بتوع زمان بشبشب تنزل تدور فيهم الضرب. يعني بحس ان هو فعلا انتوا احنا ما كناش كده زمان. لسه بدري على ما المجتمع يفهم ويتقبل الاخر، شايفه كده؟ مش بدري قوي. هو في فوقه حاصله الفتره دي، يمكن بسبب الاعداد بتاعتنا زادت. اعداد الاطفال اللي عندهم اضطرابات نمائيه زادت بشكل ملحوظ جدا. احنا على اخر احصائيه وصلنا ل 15 مليون حاله تحت سن ال 15. فبالتالي ابتدت الناس ايه ده هو انت هاتيه بيت في مصر مش في دايرته في طفل كده. ما فيش بيت في مصر الدايره بتاعته ما فيهوش.
ابن خالته، ابن عمته، اخوه، يعني وات ايفر، هتلاقي فيه صاحبه، ابن الصاحبه او وات ايفر، هتلاقي فيه دايما كيس مشابه. فالناس ابتدت تعرف، عايزه تعرف شويه، طب انا اتعامل مع ده ازاي؟ ما دي صاحبتي مثلا، فور اكزامبل 2 صحاب والاثنين عندهم ولدين وعايزين يبقوا دايما صحاب، ما انا لازم اعرف هتعامل مع الطفل ده ازاي عشان اقول لابني يتعامل معاه ازاي. فاهمه قصدي؟ بس من هنا جات لك فكره جرو وندر فيديوهاتك. جرو وندر كانت دايما ان انا اريز ذا اويرنس، وان انا ازاي اجمع الايكو سيستم ببعضه. يعني كانت دايما عندنا مشكله، وما زالت المشكله دي موجوده، ان هم كل واحد زي ما بيقولوا مقدم خدمه، سواء طبيب او السنتر او المدرسه او النادي او whatever، كل واحد فيهم isolated islands كده، كل واحد بيلعب في حته لوحده، ما بيكلموش بعض. واهمهم الشات تيتشر اللي مرافقه الطفل ال8 ساعات بتوع المدرسه، هي دي اكتر حد عارف اكتر من امه يعني. اوكي، كل واحد فيهم بيلعب لوحده. هما ليه ما بيكلموش بعض؟ عارفه تحسي ان هو انا بقف في النص بقى، انتوا ما بتكلموش بعض ليه؟ يعني خلاص الدكتور حط كده الدكتور بيحط الادويه بتاعته لو هياخد ادويه، او يحط التشخيص بتاعه وخلاص. مين بقى اللي بيكمل وراه؟ السنتر. السنتر ده لازم يبقى عامل كده مع شادو تيتشر، احنا هنمشي على الاهداف دي. انت المفروض تشتغلي مع ديت عشان هنوصل في الشهر ده هنعمل 1 2 3. هنتكلم بقى جمله من كلمه، جمله من كلمتين، جمله من 3. هنظبط سنسري، هنظبط البوتي تريننج، لان البوتي تريننج دي يعني بالنسبه للاطفال اللي عندهم ديفلوبمنتال ديليز دي كارثه من الكوارث. احنا ممكن نوصل 6 7 8 سنين ما نعرفش بوتي تريننج مظبوط. اوكي، ف وات ايفر بقى ده كان السبب الرئيسي ان انا عايزه اقول لهم لا اتجمعوا لي بقى كده كلكم. الهدف مش انا ادي عدد جلسات، الهدف ان الطفل يرتقي ونوصل بيه لبر الامان. هوصل ازاي بيه بر الامان من غير ما نحط ايدينا كلنا في ايد بعض وننطلق معاه؟ فمن هنا جت جرو وندر. طيب يعني خلال رحلتك في جرو وندر انتي قلتي لي انك عندك ديبريشن بقالك 6 شهور وبتعملي الحاجة I can tell. يعني الواحد لما يبقى عنده depression ممكن يبقى مش قادر يعمل مجهود، مش قادر يتكلم، مش قادر يتفاعل أو يتواصل مع الناس. في عز ما انتي بتبقي محبطة ويعني بمعنى آخر مكتئبة بتكملي ازاي؟ بتقومي ازاي؟ بتعافري ازاي؟ يعني اللي هو لا انا لازم عندي فيديوز لازم اعملها، عندي رسالة لازم اوصلها، عندي عز لازم اتعامل معاه، عندي المدرسة بتاعته، عندي المجتمع الخارجي اللي مطلع عيني. كل الحاجات دي شاهندة بقى نفسها تتعامل معاها ازاي؟ بصي شاهندة مش قوية قوي كده، لان شاهندة بقى لها 3 شهور ما عملتش فيديو واحد. مش قادرة، لدرجة ان انا كنت بتكلم مع اخويا قلت له بقول لك ايه، ما تيجي تصورني بالبيجامة، عشان انا اوبشن انا اقوم اغير هدومي وانزل ده مش اوبشن. انا ممكن احط ميك اب والبس العنزي الحلو ونقعد على الكنبه نتكلم بالبيجامه. اوكي انا ما عنديش مشكله لكن انزل من البيت دي. وفعلا قلت واي نوت، ما هو انا في الاخر عندي قدره، وجرو وندر معمول اصلا ان هو من القلب للقلب، طب ليه لا؟ وفعلا يعني احنا we're in process ان احنا نبتدي ننزل فيديوهات بعبلي كده زي ما بيقولوا بالبلدي يعني. خلاص قادرة اتكلم، اروح الاستوديو عندي هعمل كده، مش قادرة هنصور في البيت، هنصور في الجنينة، هنصور في اي حتة. كجرو وندر بقى نفسه التيم اللي حواليا هو اللي بيساعدني في ده. طب يلا، طب نعمل، طب نسوي، طب نعمل ايه النهارده، هنتكلم عن ايه، طب هنروح لمين، طب هنتكلم مع مين كده. بس الاهم الدرايف ان انا مش عايزه جرو وندر يموت بسببه، انه ممكن يموت. يعني جرو وندر لو انا سبته ممكن يموت جدا، او سبت نفسي
جرو وندر السبب الرئيسي ليه ان انا ابقى سبب في مساعدة ام تانية. ام ما تعيش اللي انا عشته، ام ما تبتديش الرحلة متأخر. يعني انا اعتبر ما ابتديتش الرحلة متأخر، بس انا ابتديتها متأخر غلط. ازاي؟ عشان انا كان المفروض ان انا اكشف انف واذن من داي 1. من داي 1 كان المفروض اكشف انف واذن. ادي العيش لخبيزه. عنده التهاب في الودان والدكتور اداني ادويه بتاع بيدياتريكس. هخسر ايه لو رحت للدكتور بتاع اذن يقول لي انا ماشيه صح ولا غلط؟ لو كنت رحت كانت عمل اشعه على الودان وعرفنا ان الضغط ضيقه قوي وعماله تجمع في ميه، كنا لحقنا الموضوع من هو عنده سنه. الله اعلم، هو نصيب في الاول وفي الاخر يعني. بس مش عايزه ام تانية تعيش فيه. فاهماني؟ مش عايزه ام تانية تحس ان هي لوحدها. يعني انا هدفي ان احنا نبقى كوميونتي، وفي منهم كتير قوي بيكلموني على الدي امز ومعاهم رقمي الشخصي وبنتكلم، وطب انتي رايك اروح فين ولا اجي منين. وفي ناس من ماي هوم تاون بقى، انا اسكندرانيه، فبيكلموني في اسكندريه، قلت لهم لا بصوا سيبوني اسال لكم بقى ايه في اسكندريه واقول لكم عشان انا بعيده قوي عنها. فبنحاول ان احنا طيب انتي رايك ايه، اروح للشار تيتشر ولا استنى؟ طب المدرسه بتقول ايه؟ طب انتي لو رحتي مدرسه تانية هتضمني ان هم ما يقولكيش برضه شار تيتشر؟ فهي قصه دوامه. ودايما بحس ان انا الحاجه اللي ممكن تديني حافز لما الاقي ام جايه تسالني. يعني ده يعتبر ثيرابي ليكي اكتر؟ kind of احنا كان برضو من ضمن الحاجات اللي ادتني بوش قويه جدا لما رحنا صورنا في سوكس. ادتني بوش لا تتخيليها، لان انا قابلت الامهات. لا 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 انا يعني الناس تقول لي انت بطله مين يا جماعه؟ انا مش بطله ولا نيله، دول الابطال. الستات دي ابطال بجد، انتوا لا تتخيلي. انت بطله برضو يا شهندة يعني. هم بصي بالذات الناس الامهات اللي عندها سيفير اوتيزم وداون وكده، خلاص هم عارفين اخرها فين. انت مش عارفه انت اخرك فين. فهم عارفين وبيحاربوا ووصلوا. يعني ما شاء الله اللي معاه بكالوريوس تجاره، واللي واخد ميداليات اوائل جمهوريه، واللي لعب في البارالمبيكس، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فلا دول الابطال اللي بجد. دول انا لما رحت اتكلمت معاهم قلت لهم انتوا اديتوني طاقه امل ان انا اكمل بعد ما انا كنت على تكه ان انا اقول خلاص مش قادره. انتوا اديتوني الطاقه دي ان في ناس تانية عايزه تسمع، وهنفضل احنا 120 مليون هنبقى 140 و160 و170 وات ايفر، ستيل عددنا بيزيد. الناس محتاجه مساعده، الناس محتاجه. يمكن انا ابقى اسمها ايه، عون للناس ديت عشان ربنا يبقى عون ليا. انا عايزه اساعد الناس دي عشان ربنا يساعدني، ابتغاء ان مرضاته اولا واخيرا. يعني حتى كنا بنتكلم طب هناخد فلوس، طب لا مش عايزه. for free 100%. انه احنا definitely الجرو وندر is 100% معمول للناس ديت. ولو هيجي مثلا any kind of anything علشان نكبر البودكاست، نكبر الايكويبمنت، بس عشان الناس. انا عايزه اساعد الناس بس. مش عايزه الطفل يبقى left alone، ملوش حق في دراسه، ملوش حق في نادي، ملوش حق في صحاب، ملوش حق في عيله، عشان عدد المدارس اللي بتقبل ولادنا
اقل بكتير قوي 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 من عدد ولاده، فبيبقى هوم سكولد. يا اما الاب يبقى شايف انه طب انا هدفع كل ده ليه، دخلوا المدرسه حكومه دمج وخلاص، فالواد بيبقى متبهدل اكتر 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 بيفار. فلا، احنا كل طفل ليه حق انه يتعلم ويطلع وليه شخصيته ورياضي، سواء ايا كان مستواه الاجتماعي ايه. انا بتكلم من مدارس حكوميه، انت لازم تبقى الناس فاهمه يعني ايه طفل مختلف، وقانون الدمج لازم يتغير، بيبقى معمول بدرجات الدمج، والمدرسين في المدارس الحكوميه يبقوا على وعي دراسيا للطفل ده وازاي نساعده. وفي نفس الوقت مراكز الشباب هم العيال دي محتاجه تتعلم، وما ينفعش يتدربوا في وسط اطفال، لازم تبقى 1 to 1. تعملها ازاي؟ ما هو العيال دي معهاش فلوس ان هي تعمل الكلام ده. فالحاجات دي كلها محتاجه ان هي تطرح. فده السبب الرئيسي اللي انا عملت عليه جرو وندر. هنقول الكلام ده فين غير في جرو وندر؟ وكل ام محتاجه ان هي تقول انا تعبت، انا مش قادره، انا محتاجه استراحه، انا مش سوبر وومن او مش سوبر مامي. من حقك ان انتي تتعبي، من حقك تضعفي، من حقك تقفي في فتره وترجعي تكملي تاني. ده اللي احنا عايزين نقوله. انا زي ما قلت لك من شويه، انا بقالي 6 شهور موقفه مطفيه مواتيري خالص. انا تعبانه وبقولها قدام الناس كلها. انا الاول كنت ببقى تعبانه وما ينفعش اقول ان انا تعبانه. دلوقتي بقيت اقول لا، انا تعبانه، مش قادره اقوم من على السرير. انا لو بشتغل من على السرير، يعني اخري بقوم اعمل الاكل وارجع تاني قاعده في السرير. فعادي جدا كل ام تقول ان هي تعبانه زي ما بتقولي. لا هينقصك ولا هيحسس ولادك ان انتي مش موجوده، ولا هي تحس بالذنب. غصب، مفيش ام مش هتحس بالذنب، بس ما ياكلكيش، ما تخليش الذنب ياكلك. ولادك هيحسوا ان انتي تعبانه، هيجوا يطبطبوا عليكي. ما يعني حاولي تبقي حبه مش موجوده وحبه موجوده، يعني حاولي يبقى في ميكس ده، بس مش دايما حاسه بالذنب. يعني لما تلاقي في صحوه، ساعات بتيجي صحوه كده ساعه، اوكي، خديهم وانزلوا اعملوا اي حاجه. ادو بيكنج تايم في البيت بقى، وهنعمل كيك وهنظبط الدنيا. الكواليتي تايم الساعه ديت او نص ساعه دي ممكن بالنسبه لهم باليوم كله. انا بقولك حاجات انا شاهدة بحاول اعملها، في اوقات بنجح في اوقات ما بنجحش، بس بتوصل في اوقات ابقى لا خالص، قافله ميه ونور ومحدش يفتح عليا نور ومش عايز اشوف حد. بس ساعتها برفع سماعه التليفون واقول مثلا لباباهم او لمامتي او كده، حد يجي ياخدهم، انا مش قادره، حقك. ولازم يبقى حواليكي ناس مقدره اللي انت فيه ده. بس حابه اعرف منك شاهندة قبل وشاهندة بعد. شاهندة قبل كانوا مسمينها بلياتشو. ليه؟ لان انا كنت بخش اي قعده بضحك الدنيا وبنهزر وبنضحك وكده. في الشغل كانت جد والف، بصي ما فيش يما ارحميني يعني. وكتير كان يقول لي انتي سن صغير وصلتي لليفلز كبيره. بعد تيرن اوفر ما حصلش. تيرن اوفر ما حصلش. مش سهل كده ان انا اقعد اضحك الناس. ممكن لو حد قال حاجه ابقى اضحك، لو
لكن انبساط كده من جوايا وابقى مبسوطه، لا. ردا على سؤال الامل بالنسبه لي سعاده، ايا كان بقى سعاده هتيجي منين. فانا راضيه بكل حاجه، بس السعاده دي حاجه كبيره قوي. وشاهندة دلوقتي بقت بالنسبه لها برايورتي هدوءها النفسي وولادها، بس اي حاجه تيجي بعد كده مش مشكله. دول السعاده بالنسبه لك؟ الهدوء النفسي وطريقه ان انا اربي ولادي ازاي وعايزاهم يبقوا ايه، والقالب اللي انا عايزه احطهم فيه، وان انا ازاي عايزه اطلعهم. انا عندي ولدين، فانا عايزه اطلعهم رجاله كما قال الكتاب، وانا مؤمنه اللي بيعمل ده الام. يعني طبعا ديفنتلي اب ليه دور مهم جدا، بس لو الام ما زرعتش في ولادها يعني ايه تبقى راجل زي ما دينك بيقول ان انت تبقى راجل، انت مش هتعرف تعمل ده. لان احنا الجيل اللي هم داخلين عليه ده جيل عجيب جدا. فانا لازم ادرب من بدري قوي. فانا بالنسبه لي الكاردون بتاع السعاده هم صحتي النفسيه انا واولادي، وطريقه بقى هم نفسهم يبقوا عاملين ازاي. في اي حاجه تانية شاهندة نفسك تقوليها في سيف سبيس، في مساحتك الامنه؟ ما تخافيش تطلعي اللي جواكي بس. نورتيني، انا مبسوطه جدا جدا بوجودك معايا، اتشرفت بوجودك وصدقيني انتي اثرتي فيا في حاجات كتير جدا. وانتي ام شجاعه ومحاربه فعلا، ومثال يعني نموذج رائع لاي ام بتعدي بحاجه ربنا اداها لها، دي بتبقى هديه ومنحه، وفعلا عشان ربنا بيحبك، عشان انتي قويه اختارك تبقي في الحاله دي وفي الكيس دي. وعايز ان شاء الله هيبقى من اهم الناس في المستقبل باذن الله. ان شاء الله. Thank you so much يا نوران. Thank you، ميرسي قوي، وخليتيني ان انا اقول كلام من قلبي، وعرفتي تطلعي مني كلام كتير بجد. Thank you، ميرسي. شكرا ليكي. Thank you.